بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض كده نوزن زغليل الحمام اللاحم ونشوف ميزان هعمل كام. هنجيب طبعا طاجن ونحطه على الميزان ونصفر ونبدأ بقى في الميزان. هكتب لكم طبعا الاعمار عشان لو انا نسيت حاجة يعني. ده 28 يوم. كل الحمام يا جماعة تأكيل اهالي، يعني ما فيش تأكيل يدوي خالص. وفي حمام محضن 3. هنتهز فرصة كده واحكي قصة بسيطة. بعت مرة دكر كينج شغال عندي 3 عشوش ورا بعض، لدرجة ان انا خدت منه العش الوسطاني حضنته، وبعت الدكر لحد معين يعني، ولقيته مكلمني النهاردة بيقول لي ان الدكر ما بيخصبش بقاله مرتين. فياريت بقى في التعليقات كده تعرفوني ارجع الدكر واديله فلوسه ولا هو بيضحك عليا ولا ايه. يعني ياريت اي حد قديم في الموضوع كده وفي المعاملة مع الناس يكتب لي في التعليقات. القص ده بقى يا جماعة ده تيتان احمر، يعني فرنساوي احمر. هو بس كان لسه، يعني انا لسه مديله جرعة علاج، بقاله 7 ايام بيتعالج من التنفسي وهو متبهدل شوية. الموازين بتاعته اعلى من الابيض شوية، ولكن القص ده متبهدل، بس انا قلت اوزنه برضه. طبعا الموازين كويسة جدا، يعني حتى لو مش تعبان موازين كويسة، لكن هو ميزانه بيبقى اكتر من كده. طبعا اللي اول مرة يشوف اللحم الاحمر برضو يكتب لنا في التعليقات ان هو اول مرة يشوفه او كان يعرف ان فيه لحم احمر او كده. لسه ان شاء الله هنعمل فيديو قريب عن الوان الحمام اللاحم او بعشرات. يعني ده المفروض يبقى ايه، اللي العشار اللي هو العشر الابيض والنقطة اللي في الدماغ ديت تبقى ايه. اللي بيربوا زجلة يا جماعة هم اللي بيعرفوا الالوان دي، يا ريت يقولوا لنا يعني. ده معانا قص تاني اهوت. لا ده القص الاولاني، معلش ده القص الاولاني. هوزنهم الاتنين مع بعض عشان كنت نسيت اوزنهم مع بعض، يعني كيلو ونص تقريبا. حمام ما شاء الله ما عندوش عظمة يا جماعة في صدره، اللحم كاسي عليها الحمد لله يعني. انا كنت بقدر الامكان بحاول اظبط الكلفة على قد ما اقدر علشان اوصل للجماعة يعني اخواننا في الكويت. 650 جرام الزغلول وكده، فانا الحمد لله يعني بكل سهولة وتأكيل اهالي، تظبيط بسيط في الكلفة يعني، والدنيا ظبطت الحمد لله. عاوزينهم الاتنين مع بعض برضه عشان كل الاعمار هكتبها على الفيديو، عشان لو نسيت اقول يبقى العمر مكتوب برضه. دي كده قص رقم 3. ده انا بصور في العين ليه بقى، لان الجوز ده محضن 3 زغاليل، ولكن اللي جوه على الشمال ده كان حصل له حادثة كده تحت قص تاني يعني. كنت تهت في الاهالي، سبت البيبان مفتوحة والاهالي طلعت، فانا دخلت الدكورة مع نوتي مش بتاعتها، ففضلوا يتخانقوا لحد ما ايه كسروا جناحة الزغلول التالت ده، فاضطريت احضنه تحت دول يعني. ده القص الرابع. موازين جميلة ما شاء الله. يعني انا بصراحة ده تأكيل اهالي، يعني انا لو اتدخلت بحاجات بسيطة كده الاوزان هتفرق معايا، ولكن انا الحاجات ديت هتتربى، مش هبيع منها يعني ولا هذبح ولا حاجة دلوقتي. فبالنسبة لي تأكيل الاهالي، وهسيبهم تحت الاهالي لحد ما يفطموا لوحدهم. شوفوا القص ده الزغلول ده ما فيش عظمة، والعظمة باينة في الفيديو علشان هي على الجلد على طول فباينة، لكن لما تقلب الحمامة تلاقي اللحم فوق العظمة، لكن هي بس باينة في النظر، لكن اللحم كاسي. حتى لما اقلب الزغلول كده ما تبانش العظمة. اوزان جميلة جدا ما شاء الله. ده تقريبا عمري 27 يوم.
او 28 يوم. يعني ده عمر الفطام وعمر الذبيح والاعمار دي كلها، هو ده العمر المفروض نوزن فيه. ده صغير شوية عمره 22 يوم. طبعا الموازين انا بكبرها عشان برضو لو نسيت اقول اي حاجة فتبقى الميزان باين والاعمار مكتوب. انت محضن 3 زغاليل برضو القص ده، 2 احمر وواحد ابيض. تأكيل اهالي ما فيش اي تدخل، ما بتدخلش غير مع قص واحد محضن تحته 4، الوحيد اللي بتدخل معاه بالميكس يعني. لكن 3 و2 ما فيش اي تدخل مني. الموازين دي تأكيل اهالي طبيعي 100%. وده لونه اهوت كمان في الاحمر. هبقى اكتب لكم بقى اسامي الالوان بس في الفيديو اللي هو بتاع اهو 3 زغاليل اهوت. القص ده محضن ال3 دول ما شاء الله. في الفيديو ان شاء الله الجاي بتاع الوان اللاحم هبقى اكتب لكم الاسامي برضو على الشاشة، عشان ايه انا بصراحة مش حافظهم يعني. ده برضو محضن 3 اعمار صغيرة جدا، تقريبا 19 يوم. اوزانهم جميلة ما شاء الله. في الاعمار ديت وزن كويس جدا، 427 جرام. زغلول يا جماعة يعتبر باتش. ده التالت، هوزنهم كلهم مع بعض. هو ده عامة اخر قص معانا يعني، انا هحاول اوزنه برضو كل قص لوحده. هو كده وزنتهم ال3، وده ال2 اهوت، وده 1. ده 429. اوزن لكم فرادة. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.